السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله هنعرف مع بعض أهم الأخبار الرياضية خلال ال24 ساعة الماضية في الساحة المصرية. في البداية من داخل النادي الأهلي ومع مصطفى شوبير، مصطفى شوبير لحد الآن وصل له 3 عروض رسمية، نادي سلافيا براج ونادي نوردشلاند وكمان نادي كومو الإيطالي. نادي سلافيا براج تقدم بعرض رسمي لمصطفى شوبير ولكن مصطفى شوبير هو اللي رفض العرض من الأساس، رفض عرض نادي سلافيا براج. العرض التاني كان من نادي نوردشلاند والنادي الأهلي رفض العرض. العرض التالت والأخير الرسمي اللي وصل لمصطفى شوبير من نادي كومو الإيطالي، نادي كومو الإيطالي ده في ناس كتير يمكن ما تعرفوش، هو كان صاحب المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، يعني من كبار الدوري الإيطالي. نادي كومو عرض على النادي الأهلي 2.000.000$ ولكن النادي الأهلي رفض رسميًا عرض نادي كومو، وفي كلام بإن نادي كومو هيرفع العرض بتاعه لمرة تاني أو هيزود المبلغ شوية. كمان في الفترة الأخيرة في أخبار متداولة إن نادي يوفنتوس الإيطالي بيحاول يتعاقد مع مصطفى شوبير. وده بعد ما في تعثُّر في المفاوضات بتاعته مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، ففي كلام إن نادي يوفنتوس بيفكّر جديًا في التعاقد مع مصطفى شوبير. موقف مصطفى شوبير لحد الآن ما جددش مع النادي الأهلي، مصطفى شوبير كان عقد جلسة معاه سيد عبد الحفيظ وقال له إن هو هيكون من لاعبين الفرقة الأولى داخل النادي، مصطفى شوبير أبلغ سيد عبد الحفيظ بإن هو تحت أمر النادي وإن إن شاء الله هيكمّل مع النادي الأهلي، ولكن لحد اللحظة ما فيش أي أخبار عن تجديد مصطفى شوبير أو النادي الأهلي ما وافقش على أي عرض. كمان للعلم مصطفى شوبير آخر موسم ليه مع النادي الأهلي الموسم الحالي، يعني بنهاية الموسم الحالي مصطفى شوبير هيكون حُر، يقدر يرحل لأي نادي مجانًا، ويقدر يوقّع العقد ابتداءً من شهر يناير القادم، ففي حالة النادي الأهلي ما باعش مصطفى شوبير الموسم ده أو جدد معاه، مصطفى شوبير يرحل الموسم الجاي عن النادي الأهلي مجاني لأي فريق هو عايزه. تاني خبر معانا هو إمام عاشور، إمام عاشور لحد الآن ما جددش مع النادي الأهلي. إمام عاشور وصل له أكتر من عرض في الفترة الأخيرة، ولكن وصل للعروض الرسمية اللي وصلت لإمام عاشور هو عرض من نادي كوينيا سبورت التركي. نادي كوينيا كان عرض على النادي الأهلي في البداية عرض أول ب$3.5 مليون وبعديها النادي الأهلي أعلن إن ما عندوش أي لاعب للبيع. رجع نادي كوين سبورت وعرض عرض جديد ما يقرب من $5 مليون. النادي الأهلي برضه رفض العرض، ولكن على ما وصل لنا من الأخبار في الفترة الأخيرة إن نادي كوين سبورت مصمم على شراء إمام عاشور، وإنه هيرفع العرض بتاعه الفترة القادمة، ولكن النادي الأهلي مصمم إنه مش هيبيع إمام عاشور بأقل من $8 مليون. في حال وصل عرض للنادي الأهلي من نادي كوين سبورت قريب من هذا الرقم وبهذا الرقم نعتقد إن النادي الأهلي هيبيع إمام عاشور. إمام عاشور النادي الأهلي ما عندوش مشكلة في بيع إمام عاشور أو التجديد، إمام عاشور لسه باقي في عقده مع النادي الأهلي سنتين وعنده 28 سنة، فالنادي الأهلي عارف ومتأكد إن لو ما باعش إمام عاشور أو ما جددش الموسم ده، إمام عاشور هيجدد الموسم القادم، لأن هيبقى بلغ من السن 29 سنة، هتبقى فرصة احترافه أصعب شوية. أما بالنسبة لمشاركة إمام عاشور في مباريات، حسين عمودة تقريبًا مش هيشرك إمام عاشور في مباراة برشلونة. إمام عاشور ما زال بيعاني من الإصابة اللي اتعرض لها مباراة الأرجنتين وهو بيشارك مع النادي الأهلي الآن في التدريبات في أسبانيا. بيشارك البرنامج التأهيلي بتاعه، ولكن مش هيشارك في مباراة برشلونة، إن شاء الله ممكن يرجع في مباريات مع عودة الدوري المصري. تالت خبر معانا من داخل نادي الزمالك، والصداع المستمر اللي هو بيزيرا، لحد الآن بيزيرا رافض العودة لنادي الزمالك ومصر على الرحيل. بيطلب من نادي الزمالك الموافقة على عرض نادي أهلي شباب أهلي دبي اللي وصل ل$6 مليون، ولكن نادي الزمالك مصر على موقفه وبيطالب بزيرا بالعودة لنادي الزمالك ومناقشة أمر الاحتراف ده في شهر يناير، لكن في الوقت الحالي نادي الزمالك مش هيوافق على أي عرض. نادي الزمالك موقفه قوي، نادي الزمالك سدد كل مستحقات اللاعب، وكمان عقد اللاعب مستمر باقي فيه 3 سنين مع نادي الزمالك، فنادي الزمالك موقفه صحيح بنسبة 100% مش قلقان خالص من عودة بيزيرا، لأن عارف إن لو بيزيرا ما رجعش نادي الزمالك هدد بيزيرا وبلغه ووصل لوكيله إنه هيلجأ للفيفا، وإن الفيفا لو الأمر وصل للفيفا في ظل موقف نادي الزمالك تقريبًا هيتم فرض غرامات وعقوبات على بيزيرا. نادي الزمالك تواصل مع والد بيزيرا الفترة الأخيرة تقريبًا بالأمس وطلب منه إنه يرجع للقاهرة، وكمان نادي الزمالك عرض زيادة مرتب بيزيرا مع نادي الزمالك اللي هو كان $300,000 في الموسم إلى $700,000، ولكن بيزيرا مصمم ورافض العودة تمامًا للقاهرة، شايف إن عرض شباب أهلي دبي هو أعلى بكتير من نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك زي ما قلنا مش هيتراجع عن موقفه، مش هيتنازل، مش هيبيع بيزيرا بأي حال من الأحوال. نادي الزمالك عنده إيقاف قيد ومحتاج كل لاعب معاه. قال له وطلب منه إنه يرجع للقاهرة وممكن يتم مناقشة أمر حلو ده في شهر يناير. يا ترى إيه اللي هيتم بين نادي الزمالك وجزيرة؟ خلّينا نشوف الأيام القادمة هتسفر عن إيه. الخبر الرابع معانا برضه من داخل نادي الزمالك وهو عودة عبد الله السعيد وشيكو بانزا لتدريبات نادي الزمالك. شيكو بانزا رجع تدريبات نادي الزمالك اليوم هو عبد الله السعيد. كان عبد الله السعيد أعلن اعتزال فسخ العقد مع نادي الزمالك الفترة الماضية، ولكن رجع واعتذر لجماهير الزمالك وقال إن فترة في نادي الزمالك اللي قضاها في نادي الزمالك هي أفضل فترة قضاها في مسيرته الكروية.
عبد الله السعيد وبيزيرة هيرجعوا تدريبات نادي الزمالك عفوًا شيكو بنزا وعبد الله السعيد هيرجعوا تدريبات نادي الزمالك اليوم تقريبًا، مع فرض عقوبات عليهم. كمان شيكو بنزا هيتعرّض لعقوبات مغلظة تختلف عن عقوبات عبد الله، لإن دي تاني مرّة بيكرر فيها شيكو بنزا الهروب أو تغيُّبه عن تدريبات نادي الزمالك بدون إذن. ولكن عبد الله السعيد دي أول مرّة يتغيّب فيها بسبب إنه كان عنده فكرة إن هو يفسخ العقد أو يعتزل كرة القدم تمامًا. كمان هيتم فرض عقوبات على عبد الله السعيد برضه. في بعض الأخبار طلعت إن عبد الله السعيد حصل على المستحقات المتأخرة عند نادي الزمالك واللي هي وصلت 8.000.000 جنيه، ولكن مصدر من نادي الزمالك أعلن إن ما فيش أي مستحقات اتدفعت لأي لاعب، وإن عبد الله السعيد هيحصل على مستحقاته مع باقي لعيبة الزمالك الآخرين، لمّا يبدأ يصرفوا مستحقات لعيبة الزمالك هيتم صرف مستحقات عبد الله السعيد، ولكن المهم إن عبد الله السعيد وشيكو بنزا رجعوا تدريبات نادي الزمالك من اليوم. خامس خبر معانا هو من داخل النادي الأهلي أيضًا. بعد إصابة يوسف العمري بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابه عن النادي الأهلي من 6 ل9 شهور. سريعًا النادي الأهلي بيبرم صفقة الظهير الأيسر لنادي بتروجيت توفيق محمد بعقد مدته 5 سنوات. النادي بتروجيت هيحصل على 32.000.000 جنيه قيمة الصفقة بالإضافة ل8.000.000 جنيه امتيازات أخرى. كمان النادي الأهلي بيبرم صفقة لاعب نادي غزل المحلة لاعب خط الوسط محمود صلاح مقابل صفقة وصل تقريبًا سعرها ل52.000.000 جنيه. دي كانت أبرز الصفقات اللي أعلن عنها النادي الأهلي قبل إغلاق القيد بساعات بسيطة. سادس خبر معانا هو من داخل النادي الأهلي. الصداع المستمر في رأس النادي الأهلي أشرف داري ورضا سليم. أشرف داري كان في جلسة بينه وبين حسين عمودة، وحسين عمودة أبلغ اللاعب إنه هيكون ليه دور مهم معاه الفترة القادمة، وإنه محتاج أشرف داري معاه في ظل ضعف الدفاع بتاع النادي الأهلي الفترة الماضية. أشرف داري النادي الأهلي تمام قيّده خلاص في القائمة المحلية بتاعته ومستمر مع النادي الأهلي الفترة الجاية. أمّا بالنسبة لرضا سليم حسين عمودة أبلغ الإدارة إنه مش محتاج رضا سليم تمامًا معاه الفترة القادمة، وإنه مش هيكون ليه معاه دور فعلًا مع النادي الأهلي، ولكن بإصابة يوسف بالعمري بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابه عن النادي الأهلي من 6 ل9 شهور، أصبح في مكان فارغ للاعب نبي في قائمة النادي الأهلي المحلية. النادي الأهلي كان عايز يطلّع رضا سليم إعارة النادي المصري أو يبيعه لنادي الجيش الملكي، ولكن جميع محاولات النادي الأهلي لإخراج رضا سليم فشلت. النادي الأهلي بعد إصابة رضا سليم أصبح عنده قدرة إنه يقيد زي ما قلنا رضا سليم في القائمة المحلية، وبالتالي ما عندوش مشكلة إن رضا سليم يكمّل مع النادي الأهلي الموسم اللي فاضل له. إن عرف رضا سليم يتوفّق ويجيب عرض كويس يبيع بيه نَفْسه لنادي الجيش الملكي، النادي الأهلي ساعتها يبيعه، ولكن إن ما قدرش النادي الأهلي يطلّع رضا سليم، فرضا سليم حاليًا تم قيده في القائمة المحلية للنادي الأهلي، ومكمّل مع النادي الأهلي الموسم الأخير ليه اللي بيتقاضى فيه تقريبًا ما يعادل $800,000. الخبر السابع معانا هو أخبار لاعبينا المحترفين، في البداية مع الملك المصري وفخر العرب محمد صلاح واللي شارك في أول مباراة رسمية ليه مع نادي طرابزون في الجولة الأولى من الدوري التركي. المباراة كانت ضد نادي قاسم باشا وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1. محمد صلاح شارك في المباراة كبديل تقريبًا في الدقيقة 60 لكن كان ظهر بأداء متميز، صنع العديد من الفرص ولكن كان شكله متميز جدًا. إن شاء الله محمد صلاح في الفترة القادمة يكون ليه دور أكبر ويكون ليه فعالية أكبر ويصنع المزيد من الفرص ويحقق المزيد من الأهداف إن شاء الله. تاني حد معانا هو هيثم حسن، واللي شارك برضه في أول مباراة رسمية ليه مع نادي سيلتيك في كأس السوبر الاسكتلندي، واللي كسبه نادي سيلتيك بنتيجة 4-0 عشان يحقق هيثم حسن أول بطولة رسمية ليه مع نادي سيلتيك الاسكتلندي. تالت حد معانا نجم مصر الصاعد إن شاء الله حمزة عبد الكريم، واللي ما زال موجود في قائمة فريق برشلونة في الموسم الإعدادي للفريق. كان نادي برشلونة باع المهاجم الأساسي بتاعه توريس لنادي باريس سان جيرمان، وأصبح ما عندوش مهاجم صريح سوى حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم مستمر مع نادي برشلونة، وإن شاء الله هنشوف مباراة برشلونة ضد الأهلي. إن شاء الله حمزة عبد الكريم يكون موجود مع قائمة برشلونة في الفريق الأول في الموسم القادم إن شاء الله. كل التوفيق لأبناء مصر في الخارج بإذن الله. الخبر التامن معانا هو من داخل نادي الزمالك، من الأخبار اللي ما كناش نحب نسمعها عن نادي الزمالك، هو مشكلة صلاح مصدق. كان نادي الزمالك ناجح في جدولة أو الاتفاق مع صلاح مصدق على جدولة الديون المستحقة ليه عند نادي الزمالك. كان المفروض نادي الزمالك هيسدد دفعة من الباقي عليه في 1/8 تقريبًا كانت $400,000. طبعًا نادي الزمالك تخلّف عن السداد، وكان أصبحت مشكلة قائمة أخرى جديدة بين نادي الزمالك وصلاح مصدق، وتقريبًا اللاعب هيلجأ للفيفا أو لجأ للفيفا بالفعل ضد نادي الزمالك عشان يشكوه من جديد. كنا نتمنى إن نادي الزمالك يحل المشكلة دي وما يوصلش الأمر مرة أخرى للفيفا.